اللبن هبدأ أضيف هنا عليه نص كوباية من السكر، والسكر طبعا بيكون حسب الرغبة، ممكن تكتري أو ممكن تقللي. ضفت عليه كمان ظرف من الفانيليا، وهنضيف عليه نص معلقة صغيرة من القرفة، والقرفة دي ضروري جدا، هي اللي بتخلي لك طعم الوصفة حلوة قوي قوي. يلا عرفتي أنا بعمل إيه؟ اكتبي لي في التعليقات. صلوا على النبي وزيدي النبي صلاة. وكمان ضفت هنا إيه؟ اللهم صل على النبي، مكعب من الزبدة، مش موجودة ومتوفرة عندك بلاش منها خالص. ممكن تضيفي معلقتين كبار كده من القشطة أو وش اللبن. تعالي بقى نشوف المفاجأة اللي حصلت، كانت ايه مفاجأة بجد ولا على البال ولا على النية. هنا انا بغلي اللبن عشان الوصفة بتاعتي، شوفيه لقيته رايب. ازاي رايب وهو بيغلي معايا؟ انا مانيش عارفة يعني اروح فين دلوقتي، ولا ينفع ارجع السوبر ماركت اغيره، ولا عندي كمان لبن اكمل بيه الوصفة بتاعتي. شايفة يعني الواحد خلاص الوصفة يعتبر بقت جاهزة معايا. يعني الواحد بيكون شغال ويلاقي فجأة كده اللي حصل دون. يعني انا مش عارفه، انا اللبن كان بيغلي معايا كويس ولقيته وشه راي زي ما انت شفت كده. طبعا الوصفه هتبوظ. لا طبعا انا صعبان عليا ان كل حاجه جهزت وما اقدرش ارمي بقيه الايه الحاجه كده او ما اعملهاش. خلاص انا اتحمست ودخلت المطبخ وقلت لازم انا اعملها. هعمل ايه؟ اقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. جبت هنا دلوقتي طواجن، اي طواجن موجود عندك. مش موجود عندك الطواجن الفخار دي، ممكن تستخدمي اللي هي الاطباق الالومنتال اللي هي بتبقى جايه جاهزه اللي بتدخل الفرن. ببدا كده انزل بالرقاق الناشف اللي احنا حمصناه، وبعد كده هضيف هنا عليه مكسرات. معايا هنا فول سوداني، جوز الهند، زبيب، اي نوع فول، اي مكسرات موجوده ومتوفره عندك بالشكل اللي انت شايفاه دون. هي عرفت انا بعمل ايه ولا لسه؟ اكتبي لي في التعليقات، يلا قولي لي انا بقيت اعمل ايه. جبت هنا اللبن بقى ايه، جيت لقيته في طبعا وشه ايه مكلكع كده، وحاسه كده ان هو مش هيكون مستحب، فانا قمت مصفياه بصراحه وكملت الوصفه بتاعتي. وكان عندي شويه لبن كمان في التلاجة، ضفت عليه بعد ما صفيته، وبعد كده غليته غلوه على البوتاجاز، وبعد كده بقيت انزل بايه على الايه الرقاق الناشف والمكسرات اللي احنا عملناها. ما انا قلت لك انا صعبان عليا كده ما كملش الوصفه، بس إيه كملتها واتصرفت والحمد لله. ساعات بيجي مواقف كده معاكي، بس الواحد الحمد لله بيقدر يتصرف فيه. خلاص هنا زودت هنا الايه الطواجن بتاعتي باللبن اهو. معايا هنا كريم شانتيه خام. كريم شانتيه خام عملتها ازاي؟ جبت نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، ضفت عليها معلقه واحده سكر بودر، ولازم يكون سكر بودر ما يكونش خشن. وبعد كده ضفت عليها ربع كوبايه من اللبن، الميه الساقعه تكون متلجه، وضربتها لغايه لما ادتني قوام الكريمه. هي شكلها عامله ازاي؟ بيديلها طعمها حلو جدا. طبعا لما بندخلها الفرن الكريمه بتسيح، وبنولع عليها الشوايه بس من فوق، وبتاخد اللون الجميل اللي انت شايفاه دون، وبتطلع معايا احلى واجمل طواجن ام علي. ايوه يا جماعه دي ام علي بالايه بالرقاق الناشف. بتجيب